بيبقى عندنا مشكله في الماتشات في مسافات اللعب، اللي هو مثلا اي حد بيضرب اضرب يا احمد الهاي كيك، فاهم؟ مسافه اللعب نفسها اللعيبه البروفيشنال دايما بتقف بيقيس المسافه بالجاب فقاس الجاب حط اللو كيك، تمام. ممكن يقيس الجاب يحط الفرونت كيك، تمام. ممكن ضرب الكروس، بص ما خدتش الخطوه قفلت المسافه، يعني وانت دايما بتضرب حتى الكروس كروس بام من مكانك اللي هو بام. طب انا واقف قمت داخل في مساحه ان انا اضرب حاجه تاني؟ مفيش. يبقى دايما خلي لعبك يا اما على الاطراف يا اما تلعب في المستوى اللي هو الايه الطولي بتاعك، خلاص. فاحنا هنشتغل تكنيكات في المساحه اللي هي مسافه اللعب اللي انت هتقدرها على حسب طولك انت بالذات، ركز في الكلام ده، خلاص. فانا هقف مع زميلي، ها حط لي يا احمد الجاب، ها بام انا اللي هضرب، ها بام حط البلوك يا احمد، ها بام، ها هنزل بعدين 1 2 حط البلوك تاني، خلاص. يبقى اهو 1 بام 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 2 بلوك اهو، خلاص. احمد بعديها هيحط الراوند، حط بام بام ادخل فيه، هشتغل 3 دقايق متواصل كده. هو بيعملش حاجه غير ايه؟ نشتغل التكنيك مع بعض بسرعه تاني، ها بام 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 بام، ها بام بام متواصل، اتفقنا؟ هفضل شغال بالاداء ده مع زميلي بكل سرعه وبكل قوه. انا كده كده لابس الشنكار، البلوك هتاخده لبره مش لجوه. خد يا احمد البلوك، بام، اتفقنا؟ يبقى هبدا الاول انا واقف اهو بام، مش عايزك تضرب في وش زميلك اهو بام 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 متواصل مع زميلك. يبقى انا عملت اتاك كونتر اتاك في الهجمه وما استهلكتش وقت كبير وما استهلكتش جري كتير، كله في مكاني. الكروس ممكن تضربه بطريقتين، ممكن تضربه بالطريقه دي ممكن تضربه بالطريقه دي، خلاص. الطريقه دي لو اللاعب واقف طاي وبيقفل وشه كده، واقف كده اهو بص بام هيوصل كده. لو اللاعب بيقف كده، فاهم؟ بام هضرب دي عشان يقفل. اقفل يا احمد، اقفل بام احط الهوك ورا، خلاص اتفقنا.